السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدي الأعزاء، نتمنى هذا الفيديو جديد يلقاكم بصحة جيدة وأحوال طيبة، ونبدأ بالصلاة والسلام على رسول الله الحبيب وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم في هذا الفيديو الجديد إن شاء الله غادي نقدم لكم ملوي مخمر، يعني كنستعمل فيه الخميرة. كما كتشوفوا راه ما لقطة العجينة مشات لي، كنعتذر منكم، ولكن تبارك الله المغربيات حاذقات كلهم كيعرفوا العجينة ديال الملوي وديال المسمن، تبارك الله ما شاء الله عليهم. هنا راني استعملت 4 زلايف صغار ديال الفورص، وحده صغيره ما عمرش ديال الفينو. دائما الفينو كنقصو منه باش كيجينا مسمن زوين وعجينه مطلوقه. ودرت شويه د الخميره وشويه د الملحه، وميها ما تكونش دافيه بزاف. صافي وعجنتو وخليته يرتاح واحد شويه، ومن بعد صايبت ديبول هذوك الدوائر وخليتهم في الصينيه حتى طلقوا شويه. من بعد خديت هنا بديت كنقرص الملوي ديالي. كما كتشوفوا كنسرح هذا بالزبده دايبه والزيت حتى كنسرحها مزيان، وكنطويها بهذا على شكل مربع. كنحصل على واحد الشريط طولي اللي كنعاود نروليه، ومن بعد كنعاود نقلبو باش كيولي لي ملوي على شكل دائري. وكنخليه شويه عاوتاني يرتاح لان فيه الخميره حتى كنسالي الكميه كلها. وانتم كتشوفوا معايا كيفاش كنلويه، يعني ملوي عادي. الفرق هو انه فيه خميره كيجي كيشبه المخمر، ولكن من الداخل كيجي زويون مفتوح، يعني دوك الوريقات كيبقاو باينين. وهذا هانتوما كتشوفوا معايا كيفاش كنقلبها. صافي كندير لها الوجهين ديالها بجوج في هذيك السميده، وملي كنكون كنقرص بالزيت وكنرش بالسميده. دائما كنرشو بالزيت والزبده وكنرشو بالسميده. عاد كنطويو الملوي ديالنا باش كيبقاو ديك الوريقات وداك الشيء باينين. يعني كنبقى على هاد الطريقه حتى كنكمل هذوك الكويرات كاملين. واللي صايبتها كنحط لها الوجهين ديالها في سميده، يعني هذا، وكنخليها كترتاح حتى كنكمل الكميه كامله. باش كندير المقله السخون وكنبدا كنطيب فيهم. كنحاولوا نسدوا داك الجوانب.
هنا كما كتشوفوا ساليت الكميه ديالي ودرت المقله كتسخن وبديت كنقرص وكنرمي فيها هذاك الملوي المخمر وكيجي يعني كيجي زوين وكيجي لذيذ. جربوه ما تندموش عليه، غادي يعجبكم. صافي المرحله الاخيره غير داك السميد اللي درت له في الوجه ديالها كنقرص، راه ما كتلصق ما والو، ها هو كنرميه كما كتشوفوا تبارك الله كيجي صفار ومتهب. صافي ملي كتحمل المقله نقصوا البوطه شويه وكطيبوه بشويه، كنبقاو نقلبوا داك الجوانب ديالو حتى كيحمر كيطيب صافي وكنحيدوه. شوف بهاد المرات كنقدر كنرش بشويه السميده ونقرص، غير الا خصني، ما اغلبيه كنقرص غير بديك السميده اللي درت في الوجه ديالو قبل. ها هو تبارك الله كيجي محمر زوين. غيتنقصوا البوطه شويه في هذه المرحله باش يدخل مع الطيب في الداخل. صافي هنا صافي راه كتكون يعني مرحله سهله. هنا المقله سخونه كنبداو هي كنقرصو وكنرميو غير تيطيب. وهنا كما كتشوفوا تبارك الله كيف كتشوفوا الشكل ديالو يعني زوين، كيشهي كيبان مزيان. كيجي رائع ولذيذ. نتمنى تجربوه ويعجبكم. تبارك الله كيجي مورق وكيجي هشيش، يعني كيجي مزيان بصفه عامه. شفتوا كيف داير؟ شفتوا تبارك الله كاع ديك الوريقات كلهم اللي لداخل كلهم كيبقاو هذاك السميده والزبده والزيت والخميره، يعني كيجي واحد المنظر رائع ديالو لا للبرا ولا في الداخل ديالو ديك الوريقات ديالو. وهنا كنشكركم بزاف على المشاهده وكنقول لكم الى اللقاء فيديو جديد ان شاء الله.